شهر رمضان بريسكو فيه تعدى ضيف خفيف ومزيان وما أحلاش منه. أما يقعد السؤال هنا اللي لازم نسألوه، زعما أنت من العباد اللي عدات شهر رمضان تتعلم في حاجة وتخدم، ولا من العباد اللي عدات رمضان راخدة وتخمم كان في الماكلة وتسكرولي؟ إذا أنت من العباد اللي قاعد تسكرولي، راهو فكر حاجة واحدة، اللي الوقت نتاعك هذا ما تنجمش ترجعه. راك نهار آخر يمكن حتى تنجم ترجع صحتك مع تطور الطب توا، أما وقتك ما تنجمش ترجعه. الوقت اللي قاعد تضيع فيه كله في السكرول راك مستحيل ترجعه. اليوم اذا ما كنتش تسمر على ايديك في الوقت اللي قاعده الانتيليجنس ارتيفيسيال تاكل في الدنيا ماكله ودخلت في الحرب ودخلت في الدنيا الكل وقاعده تعرف حاجات علينا نحن اكثر حتى من اللي نحن نعرفوهم على الواحد، وانت ما زلت قاعد وتخمم زعما تبدا ولا ما تبداش، زعما نبدا نعمل حاجه ولا ما نعملش، وما زلت قاعد تصب في السي في نتاعك كيما يجي، واللي انت السي في متاكد اللي انت راك خدمته شويه بالانتيليجنس ارتيفيسيال من بعد تعبت عليه حتى شويه ولا عرفت حتى تحط عليه خدمتك، كيفاش حتوصل نهار اخر؟ اذا انت قاعد تخمم راك باش تخرج لبرا ترى فيها سيتياسيون برا ماهيش مريقله، اليوم تنجم تبدا الامور مريقله غدا ماهيش مريقله. علاش ما تخممش تبني امورك لهنا الساعه؟ علاش حتى كي باش تخرج نهار اخر ما تخرجش راسك عالي وانت عندك السكيلز اللازمه وعندك الاكسبيرتيز اللازمه وعندك الاكسبيريونس اللازمه؟ علاش ما تخرج لبرا باش تبني روحك؟ علاش ما تبداش تبني روحك لهنا؟ وبرا حتى كان هي ماهيش مريقله الامور، شنو المشكل؟ يا اخي انت في الصعوبات هذه الكل كي تفرض روحك غالي وانت تنظر انت كابابل ولا مش كابابل. يلزم انت كل شيء يجي بس عندك بين يديك باش تنجم تقوم. ربي يقول لك لا يكلف الله نفسا الا وسعها. يعني اذا كان انت ما جاتكش الامور توا بالك انت ماكش حاضر، بالك انت ما تساعدش الحكايه هذه، بالك انت ما عندكش كاباسيتي للحاجات هذه. راجع روحك انت قبل ما تراجع البلاد وقبل ما تراجع اي حاجه اخرى. اليوم عندك لا بوسيبيليتي باش ديماري اللي تحب عليه، انت تحب تعمل ان بروجي اي كوميرس سهل على الاخر، ما فيها حتى شيء، تمشي تحل كونت على شيبر، تختار ان برودوي، تحل كونت انستغرام، تحل كونت تيك توك، تحل كونت فيسبوك، تعمل عليهم دي باج بروفيسيونيل، تبدا تهبط في الكونتوني نتاعك، والوقت اللي كنت تسكرولي فيه واللي يخدم به انت كونتوني، جيب ايشانتيون من البرودوي اللي باش تخدموا انت، صور وابدا هبط وجينيري دي كوموند. ما اسهلش من هكا يظل. احنا قبل كان مستحيل حاجه هذه باش تخدم. احنا عشنا في وقت اللي باش تحل صار كان يلزمك 10,000 دينار كابيتال، 10 ملايين، ما عندكش 10 ملايين ما تحلش الشركه. انت اليوم تمشي ببطاقه التعريف نتاعك والمبادره الذاتي اديستونس، اليوم تنجم تحل شركه تاخذ باتين نتاعك. علاش عقد انت في الامور على روحك الوغ هي سهل؟ راهو الدنيا الكل بيدك انت، كل شيء بيدك انت، راهو كل شيء عندك انت. اذا انت المعتقدات نتاعك اللي انت انسان ما عندك وين توصل للبلاد هذيا سوا با واللي والكلام التوكسيك اللي نعرفوه الناس الكل، راك ما عندك وين توصل. اذا انت تامن بروحك وتقول انا اليوم باش نتعدى من بلاصه لبلاصه وباش تقف وتختم على روحك، راك باش توصل. كل شيء مربوط بك انت. اذا الانطوراج نتاعك انت قاعدين يهزوا فيك نفس الحكايه ويقول لك لا تسيب عليك اللي بدا وزني طلموا 15 مليون نعملوا حرب، اخي عندك 15 مليون مش تحت ما تنجمش تعمل بروجي. راك انت كان تعمل بروجي ما تسحقش تحرق نهار اخر. كي يبدا عندك كونت بانكير قاعد يدور مليح، ما مشي شركه ماهيش رابحه، راك وين تصب فيزا باش تاخذ؟ راك صاحب شركه باش تولي، معناها تصب لامريكا تاخذ وتصب لفرنسا تاخذ، وين تحب انت على الفيزا تاخذها وتخرج للعالم وتحوس وراسك عادي. اما كان قاعد باش تحرق في الشغل باش تربح من بعد، باش تقعد 5 سنين من غير وراك ومش تخدم غادي باش تمحرق، زعما ماكش تطبس راسك غادي باش تجمع الطماطم وباش تجمع البطاطا وباش تاكل العصا وباش تخدم في ريستورانات وباش تخدم برمان وباش تخدم كل شيء باش تجيب له رواتب، معناها غادي ترضى للظل. اما باش تعطي شويه من وقتك لهنا وتقرا وتتعلم وتخدم على روحك في المصحيح، هذه ماكش قابل بها. يظل يقيد باش نمشيو نراجعوا حساباتنا مليحه ونراجعوا احنا شنو نحبوا نعمل. راهو اليوم اسهل وقت في الدنيا هي باش تدخل الذكاء الاصطناعي، باش تصنع محتوى، باش تعمل دروب شيبينغ، اللي تحب عليه كل شيء متاح. جوست تلوج مليح ومش لازم تشري فورماسيون بيونت، اختم حتى بلي فورماسيون غراتويت كان ما عندكش. وصدقني فما ناس بدات من دينار وانا اولهم تبدا من حتى شيء وتنجم توصل مليح. والصعوبه تشوف راهو مش في الديماراج، الصعب من بعد باش تشد صحيح. انا متاكد اللي انت بعد الفيديو هذه خاطرك سمعتها للاخر باش تبدل حاجه في حياتك وباش تديماري وباش تعمل معجزات انت بيدك ما كنتش تتخيل نهار انت باش تعملها. دونك قوم وشمر على يديك وتوكل على ربي، وصدقني شهر رمضان هذا من اعز الاوقات اللي الانسان ينجم يبدل فيهم حياته، على خاطر في الوقت نهار هذا عندك نهارين، عندك الصباح وعندك في الليل. وقت اللي العباد قاعده تسكرول ويتفرج على المسلسلات اعطي ربع ساعه باش تتعلم سكيلز جدد،
وفي وسط النهار وقت اللي العباد قاعدة تخمم شنو باش تاكل وش ما تاكلش وقاعدة تدور هكاك وتلوج كان على الماكلة، انت نقص من الماكلة وما تخممش فيها وخمم باش تتعلم حاجة. 10 ايام كافيين على الاخر باش تتعلم حاجة جديدة، شهر كافي انك انت تلانسي بروجرام جديد وتلانسي بروجي جديد. توكل على ربي وان شاء الله زين.